ايه هو السيبو؟ فرط نمو البكتيريا الضارة في الامعاء. اعراضه ايه؟ عبارة عن ايه؟ طب هل هو قولون عصبي ولا لا؟ ده كله هنتكلم عليه النهاردة. صباح الخير. السيبو هو مرض فرط نمو البكتيريا الضارة في الامعاء الدقيقة Small Intestine Bacterial Overgrowth. سيبو ده اختصار للجملة اللي انا قلتها دلوقتي. طب انا بعرف منين ان انا عندي سيبو؟ اصلا الكلمة دي مشهورة دلوقتي وناس كتير بتتكلم عليها. لما دايما يبقى عندك غازات كتيرة جدا بدون سبب واضح، طول الوقت في غازات، مهما تاخد لها كربون، مهما بتاخد لها حاجة، هي بتخف الحبة صغيرة وترجع تاني من الأول كأننا ما عملناش أي حاجة. تاني حاجة، أول لقمة بتدخل بطنك بتحس بعدها شعور بالامتلاء غريب، كأنك واكل خروف وانت أصلا مش واكل أي حاجة. يعني لو أنا بشرب بق المية بطني بتتنفخ. إمساك او اسهال، واحيانا الاتنين مع بعض. للناس اللي بعتت لي وقالت لي انا بشتكي من اسهال مستمر ويصحبه امساك وبعد كده بيرجع تاني اسهال، ده عرض اساسي من اعراض السيبو. طيب هي بتكتشف ازاي؟ ليها تحليل النفس، اللي هو انا باخد اي مشروب فيه سكر او فركتوز، وبعدها على طول بتنفس في بالونه، وبنبتدي نعمل اختبار للبالونه دي بتتعمل في المعامل علشان خاطر اعرف انا عندي سيبو ولا لا. طب هو السيبو ده هو القولون العصبي؟ لا، ده حاجة وده حاجة. القولون العصبي هو فرط حساسية الجهاز العصبي للمعدة وللقناة الهضمية، اللي هو ايه؟ ان انا اي حاجة اشارة القناة الهضمية بتطلعها بيبقى فيه رد عليها مبالغ من الجهاز العصبي. طب سبب السيبو ده ايه؟ السيبو دي اسباب كتير جدا، من اهمها ومن اكثرها شيوعا ان لما انت بتتعرض لضغط مستمر فتره طويله بتبتدي الامعاء حركتها تقل. فلما الامعاء حركتها تقل ما بيبتديش يحصل تنظيف للامعاء بشكل مستمر، وده بيسبب تراكم البكتيريا، واللي بعد كده بيبتدي عددها يزيد جدا ويحصل ليها فرط نمو، اللي هي بتديك الاعراض اللي بتحصل بعد كده. طب العلاج بتاع السيبو ده ايه؟ طبعا مضادات حيويه. في الاول لازم بيتاخد لها مضاد حيوي من 15 يوم ل3 اسابيع باستشارة الطبيب، وبتبقى روشتة واللي بيكتبها دكتور. مع ان طول فترة العلاج احنا لازم بنشيل اي مسببات للتخمر. السكريات بالكامل لازم تتشيل، كل الفاكهة المسكرة اللي فيها سكر فركتوز عالي لازم تتشيل لانها مسببة للتخمر وبتزود الاعراض جدا. هنا النظام الغذائي مش علاج، هنا النظام الغذائي عامل مساعد يقلل الاعراض لحد المضاد الحيوي اللي هناخده ما يجيب نتيجة. الدقيق الابيض، المعجنات بالكامل، اي كربوهيدرات بسيطة او سكريات بسيطة لما بتدخل الامعاء بتسبب التخمر وبتزود حدته، فبتبتدي تطلع الغازات الكتير، او اللي هو انت يعني من الاخر كده انت بتاكل البكتيريا، انت بتغذيها، بتزود نموها، ويبتدي يدينا ويزود الاعراض قوي. هنزل لك نظام غذائي مخصوص لمرضى السيبو، تم، وهبعته لك كمان يومين بالظبط. هنزله كمان في بوست على الصفحة علشان خاطر يبقى متاح وموجود لكل الناس. هنزلك بالظبط ايه اللي تمتنع عنه وايه اللي تاكله، كل ده هنزله في سلسلة بوستات مكتوبة عشان تقدر تعمل لها كوبي او تعمل لها سيف. مكملة لسه هقول الفرق ما بين القولون العصبي وما بين السيبو، وازاي الاتنين نتعامل معاهم عشان نقدر ان احنا نتخلص منهم. لايك الفيديو لو عجبك، كومنت بأي حاجة عايز تعرفها مني جديدة، شير عشان تساعدني في رسالتي أعمل توعية صحية لأكبر عدد من الناس. سلام.